من أحب أن يعلو ثناؤه على ثناء المجاهدين، يكون ممدوح ومشكور عند الله، فليقل هذا القول في كل يوم. فإن كانت له حاجة قضيت، أو عدو كبت، أو دين قضي، أو كرب كشف، وخرق كلامه السماوات السبع حتى يكتب في اللوح المحفوظ. الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام، علامة النوري في المستدرك يروي هاي الرواية. قال: وجد رجل صحيفة في زمان رسول الله، فدورق مكتوب بها، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول لما شاف هذه الصحيفة نادى بالناس: الصلاة جامعة. هاي وقت صلاة جامعة إذا كان أكو فرد تعليم خاص للنبي يريد يبين للناس، مو إلا من الفرائض. فنادى: الصلاة جامعة، فما تخلف أحد لا ذكر ولا أنثى، فرقى المنبر، يعني كلهم اجوا النساء والرجال، فقرأها رسول الله، قرأها على الناس. فإذا كتاب من يوشع بن نون، وصي موسى عليه السلام. شنو هذا الكتاب؟ لاحظوا: بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء: إن ربكم بكم لرؤوف رحيم، ألا إن خير عباد الله التقي النقي، وإن شر عباد الله المشار إليه بالأصابع. هذا كذا هذا كذا. فمن أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى وأن يوفي الحقوق التي أنعم الله تعالى بها عليه، فليقل في كل يوم. كنز من الكنوز في هذه الصحيفة: سبحان الله كما ينبغي لله، والحمد لله كما ينبغي لله، ولا إله إلا الله كما ينبغي لله، الله أكبر كما ينبغي لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على محمد النبي وعلى أهل بيته وجميع المرسلين والنبيين حتى يرضى الله.